يقولوا وهران، يقولوا وهران. ويشوفوا الراي، يشوفوا الغنى، يشوفوا البيوت الليليه، يشوفوا لكن وهران، انا لما رحت دخلت الجامع الكبير هذاك تاع بن باديس، لقيت قاعه كبيره على هذه القاعه، كبيره 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 ياسر، كبيره كبيره، بنات بالخمار والحجاب، شباب بالطاقية والأقمصة من أهل القرآن. قلت لهم هذه ماشي وهران الراي، هذه وهران القرآن الكريم. علاش نلبسوا هذه في هذه؟ لماذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فقرأت هذه الشابة هذه، قرأت القرآن وبقراءة صحيحة. قلت الله يبارك، الجزائر لازالت بخير. والذين كانوا بالأمس يتمنون أن لا يكون القرآن، هو القرآن في بناتنا، وهو القرآن في شبابنا، وفي كبرائنا، وفي صاغرنا. القرآن يتلى. وخصلة طيبة في هذا الشعب أنه ممن حفظ القرآن حفظ الصدور، موجود في الصدور.